ونسعد باستضافة أستاذنا الفاضل مروان مولاي مصطفى، أستاذ في العلوم الفيزيائية وحافظ للقرآن الكريم. السلام عليكم سيدي، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، صباح نعم. الخير في هذا البلاطو الجميل الذي سنسافر في طياته للحديث عن أجواء التحضيرات للطلبة الذين سيقبلون على الامتحانات الرسمية إن شاء الله، البكالوريا والبيام، وأيضا مختلف الأطوار التعليمية. إن شاء الله سنقضي وقتا طيبا من خلال أسئلتكم أكيد والإجابات إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. موضوع هو تأثير القرآن الكريم على التحصيل الدراسي. يعني لا يكاد يختلف اثنان أن القرآن الكريم يلقي ببركته على الحفاظ منهم الطلبة، كيف يتمتعون ربما بالتحكم في الوقت. نعم، أكيد. حينما نقول القرآن الكريم هو سبيل نجاح أي إنسان في أي مجال معين. القرآن الكريم هو مهد، القرآن الكريم هو الطريق، القرآن الكريم هو المصدر، المنبع، سميه بما تشاء. القرآن الكريم هو دستور الحياة، هو الذي ينير طريقنا. لم نحفظ القرآن الكريم إلا أن وجدنا كل السبل متاحة لنا، كل الخيرات، كل النعم، الحمد لله. يعني الإنسان الذي يقرأ القرآن يكسب في نفسه مهارات كثيرة جدا، منها مهارة التكلم، مهارة التعامل مع الناس، مهارة الحديث، أيضا مهارة التعامل مع مشاكل الحياة. منها الآن نحن مقبلون مثلا طلبتنا مقبلون على امتحانات البكالوريا، كيف سيولد القرآن الكريم فيهم ثمرة النجاح وثمرة التعامل مع هذه الامتحانات، خصوصا نعرف أن الطلبة يعيشون كثير من التوتر والقلق وكذا. فكل مشاكل الحياة، مش حتى الطلبة فقط، حتى أي إنسان في الحياة لما يعيش مشاكل معينة أو عوائق معينة لا بد له أن يلجأ إلى القرآن الكريم، لأنه مفتاح لما في الصدور، وهو الذي ينيرك، هو الذي يتحكم في معاملتك للحياة. حينما نقرأ القرآن الكريم نصبح هادئين، نتحكم في عقولنا، نتحكم في شخصيتنا. أيضا حينما نقرأ القرآن الكريم يعني نتعلم كثير من الجوانب الإيجابية في حياتنا. نتعلم كيف نتعامل مع الامتحانات، مع المشاكل. القرآن الكريم اليوم حينما نحفظه سيسهل لنا كيفية الحفظ، وأيضا في كيفية التعامل حتى مع الامتحانات. أنت لما تحفظ مثلا جزء معين تختبر ذكائك فيه، تحاول تفسير الآية. نفس الشيء حينما تلجأ إلى معظم المواد تحاول كيفية التفكير فيها وكيفية تفسيرها حتى طبعا تصبح يعني سهلة بالنسبة إليك. نعم، وحتى أثناء الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة هنا ربما له تأثير في التحكم في النفس والقضاء على القلق، أليس كذلك؟ نعم أكيد. طلبتنا اليوم مقبلين على شهادة البكالوريا والبيام والابتدائي بهذا الشكل العام، أكيد يعتريهم الكثير من المشاكل في هذا الوقت، تزامنا مع القلق يزداد تزامنا مع العدد التنازلي لامتحانات البكالوريا. تقريبا يعني بقى حوالي شهرين أو ما يقل. نحن الآن يجب أن نتحدث عن تأثير الأولياء أول شيء، لأنه الأولياء اليوم يهملون الجانب النفسي ويبادرون إلى الجانب القدرات العقلية. يعني نقدر نقول القدرات العقلية من تفوق التلميذ، من خبراته، من مكتسباته، ويهملون الجانب النفسي، لأنه نعرف مثلا 80% لي ريوسيت السكول رايحة كامل، يعني النجاح الدراسي رايح كامل للمشاكل التي يعتريها التلميذ. يعني حاليا نلقى بأن الناجحين في دراستهم كذا يعني تلقاهم دائما متحكمين في الجانب النفسي. هو عامل مهم جدا، لأنه هنا تأثير الأولياء من جانب الفكري وكذلك من الجانب النفسي والجانب الفيزيولوجي. تلقى مثلا لما يلحق الامتحانات يقولوا للتلميذ ماكش تقرأ، ماكش محضر نفسك مليح، انت ربما ما بدأ العد التنازلي مع العد التنازلي، وهذا أمر يعني يربك التلميذ ويدخله في دائرة مغلقة من القلق، من التوتر، وهذا الشيء يعني نخاف منه. لأنه إذا أردنا أن ينجح التلميذ علينا الاهتمام بهذه الجوانب، خصوصا الجانب النفسي والفيزيولوجي، حتى الأكل تاع التلميذ. لأنه هنا نعرف بأن التلميذ يحب يأكل مثلا أو يشرب تلك المنبهات، مثلا القهوة أو مثلا السكريات أو حتى العصير، لكن يؤثر. لذلك هنا من الأحسن مثلا نقولوا إذا حبينا أن التلميذ يكتسب طاقة
في حتى في المأكولات، عليه أن يمشي إلى مثلا المكسرات، مثلا إلى الفواكه الجافة، نعم. حتى زيت الزيتون، حتى السكريات التي يكون فيها سرعة الهضم مثل التمر إلى آخره، أو حتى مثلا اللي صار فروي يعني يأكلها مع الصباح. كذلك حتى باش نتجنب التوتر والقلق، على التلميذ أن يتحكم في ذاته. البكالوريا ليس هو امتحان للشخص أو للذات، البكالوريا هو امتحان لقدرات التلميذ ولتحضيره، خصوصا لتحضيره، حتى لا يخاف التلميذ وأن يقول بأن البكالوريا هي عبارة عن وسم أو عنوان له نفسيا أو لشخصيته. حتى نشوف الأولياء اليوم، مثلا البارح كنت نقري في تلميذ جالية قال لي أستاذ أنا اليوم جداتي ناضت الصباح ودارت لي الملح هكذايا لأنه ما نوضتش وما استيقظتش باش نقرا وباش نوجد، وهذا أمر خاطئ. يعني نحن يجب أن نصلح معتقداتنا. عندنا بعض الموروثات الخاطئة من أفكار وهمية عشناها طيلة السنين الماضية وما زلنا نتركها في تلاميذنا، وهذا خطأ جدا. فإذا أردنا أن نكسب التلميذ مهارة التعامل مع هذه الامتحانات، علينا أن نوفر له جو من الهدوء، جو من التفاؤل، جو من الأمل، أن نخلق له نصائح مهمة، نصائح ليست تلك التي نضغط عليه ونقول له ما زلت أنت ماكش تقرأ وأنت طيلة العام وأنت قاعد. لا، بل العكس، بقى شهرين خليوا التلميذ أمامنا ونقولوا له راك ما شاء الله راك تقرأ كذا، ماشي معناتها ما تحصلش مثلا على نتائج يعني ممتازة أو جيدة في الفصول، نقول له لماذا. كاين بزاف أولياء يجي يقول لتلميذه خسرت عليك دراهم كذا وصرفت عليك واش صرفت وأنت راكش تجيب لي هذه النقاط. بالعكس، هذا التلميذ هنا لا يفكر التلميذ بإيجابية، نحن من نفكر فيه بالإيجابية. الأولياء هم المفتاح، هم القيد. إذا أردنا أن نترك تلاميذنا يعيشون براحة قبل هذه الامتحانات، علينا أن نوفر لهم كل ما يلائم، من سواء من أكل، من غذاء، من توجيهات، حتى من مرافقة طبية ومرافقة حتى من الجانب التعليمي من تكوين الأساتذة إلى آخره. وعلى التلاميذ أن يلتزموا بما درسوا. أنت درست مثلا خلال 12 سنة، والله سبحانه وتعالى وفقك خلال 12 سنة، ألن يوفقك في مدة 7 أيام أو في مدة 5 أو في مدة 3 أيام؟ إذا أنت مقبل على هذه الشهادات، خلي مكتسباتك، لأنه البكالوريا عبارة عن موضوعين، ممكن هذا الموضوع ما تأتيش فيه الأفكار التي اكتسبتها والتي لقنت من طرف أستاذك، يمكن أن تأتي في الموضوع الآخر. ولذلك على التلميذ أن يفرح، أن يبتسم، أن يتفائل. ونحن نقول دائما هناك في البكالوريا ما هو مكتسب من قبل، يعني البكالوريا أصبحت تعاد أسئلتها بشكل كثير. لذلك التلميذ يطمئن جدا، يطمئن بحدود أفكاره اللي موجودة، بما درسه عند الأساتذة، حتى في جانب الدورات التكوينية، ومن ثم يستبشر خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن هذه البكالوريا ليست فقط هي محطة للوصول إلى الجامعة، ولكن ليست هي عنوان للتلميذ حتى يقول بأنها مشروع حياة أو مشروع مستقبل. لا، بالعكس، يعني نرى اليوم كثير من الذين نجحوا واليوم راهم مثلا ما شاء الله أطباء ما شاء الله، لكن لم يوفقوا في البكالوريا في المرة الأولى. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى نستفيد من القرآن الكريم كما قلت أستاذة، نستفيد الحكمة، نستفيد الصبر، نستفيد أن الله سبحانه وتعالى ما يؤخر شيءا إلا ليعطيك الأفضل، وهذه شفناها في حياتنا. وهو حتى تأثير أنا هذا أمامك لن القرآن. أتحصل حتى المعلومة للتلاميذ اللي راح يشوفونا أكيد، اللي راهم أكيد يتابعوا هذه الحصة، الأولياء والتلاميذ، أنا لم أتحصل على شهادة البكالوريا في عامها الأول، فاضطربت، توترت، يعني قلقت بشكل كثير، وقلت أنا ضعيف في نفسي، يعني حكمت على نفسي. وهذه الأحكام المسبقة الخاطئة، حكمت على أنني لا أستطيع أن أنهض من تلك العثرة أو من ذلك الفشل. ولكن حينها تيقنت لما شفت بأن الناجحين معظمهم نجحوا من الأكواخ، اللي عايشين في الأكواخ، اللي عايشين ببساطة، اللي عايشين بمال قليل، هم اللي نجحوا. ولذلك يقال أن النجاح يلد من رحم المعاناة. فلا يوجد ناجح من ناجح، يوجد نجاح من عثرة، من سقطة، من فشل. فلذلك الله سبحانه وتعالى يوصينا بأن ننهض، نحسن الظن بالله، نعيد أن نخطط منهجيتنا في الحياة، نعيد أن نتحكم في كل ما هو قادم من خلال وضع مسودة، وضع خارطة طريق لاروت أو لافيدوروت. نحاول أن نركز على نقاط الضعف التي كانت عندنا. ربما نحن لم نجتهد، ربما لم نفتح كثير من التمارين، ربما يعني كما يقولوا هنا بالدارجة نقولوا رقدنا بزاف، نمنا بزاف. يعني الإنسان لا. والحديث الآن عن مرحلة الفروض التي يجتازها التلاميذ، ربما نصائح كيفية التعامل والتغلب على التوتر
إلى غاية الامتحان. أكيد ممتاز. نعم. هذا سؤال مهم جدا نعم. لأنه التلاميذ الآن مقبلين على الفروض، نعم. مقبلين على الامتحانات، ربما يقيسون نتائجهم في هذه الفترة صح. الأخيرة بنتائج الشهادة اللي راهم مقبلين عليها، وهذا خطأ جدا. صح. الفرض عبارة، أو الفرض حتى البكالوريا عبارة عن نعم. امتحان بسيط، هو مجرد امتحان لما كسبته عند الأستاذ. صح. إذا أردت أن تنجح نعم. بشكل كبير، عليك أولا بفهم الدرس، لأنه كثير من التلاميذ يجي يحل التمرين نعم. يقول لك يا أستاذ والله أنا قريت الدرس بشكل وبطريقة، ولكن لما وصلت أنا إلى التمرين ما لقيت أن التمرين يعني لا يشابه الدرس في شيء. لذلك أن نقول ننصح التلاميذ أولا يتحكم في درسه جيدا، يفهم، يستخرج القوانين إذا كان طبعا الجانب علمي، يستخرج أكيد. القوانين، يحاول أن يركز على النقاط التي أتت في الفروض السابقة أو في الامتحانات السابقة أو في الشهادات السابقة، ومن ثم يضع مثلا ملخص تانوريزم، حاجة يلخصها بأفكاره بما هو يستطيع أن يفهمه عند الحفظ أو عند المراجعة الأخيرة، ثم يذهب إلى الفرض وكأنه امتحان عادي. يحاول أيضا التركيز إذا كان يقرأ في المؤسسة بطبيعة الحال يركز على ما قاله الأستاذ، لأن الأستاذ أحيانا يعطي منهجية في كيفية الإجابة. نحن نجيب لكن لا نعي كيف نجيب. منهجية طريقة الحل. مثلا في شهادة البكالوريا نحن اجتزنا كعلميين أو حتى في اللغة العربية للمقبلين على شعبة الأدب والفلسفة، هناك منهجية في الحل. يمكن أنه تلميذ ما شاء الله عنده رصيد معلومات ما شاء الله، المصطلحات العلمية موجودة، المصطلحات الأدبية الموجودة، حتى الذكاء موجود، لكن كيفية التعامل مع الكلمات اللي وظفها ربما يخطئ، وحتى العلامة تنقص له، لأن التصحيح اليوم ليس تصحيح الأفكار، حتى تصحيح الكلمات اللي موجودة. ولذلك على التلميذ أن يكون أو أن يكسب مهارة كيفية توظيف الكلمات أو توظيف أفكاره، وأيضا كيفية التعامل مع المراجعة في الدقائق الأخيرة. بقى لنا شهرين على امتحان البكالوريا. اليوم نحن مع الفروض لا تقاس أبدا، حتى وإن كانت نتيجتك 8 أو 7 معدل في شهادة البكالوريا. هناك من تحصل على معدل 16، ولكن لو ترجع إلى فصوله في الفروض تلقاه يعني متحصل على مثلا 6 أو 5 علامات متدنية جدا. ولذلك نحن لا نقيس بهذه الفترة، نقيس الختام. ولذلك ان شاء الله يكون مسك طلبتي، مسك البكالوريا، ومسك شهاده التعليم المتوسط، ومسك التعليم الابتدائي، مسك ختام ان شاء الله هو تحصيل لمعلوماتهم طيله 13 سنه. بالنسبه للبكالوريا البيام 9 سنوات او 8، بالنسبه للابتدائي 5 سنوات. ولذلك انا استبشر خيرا بالطلبه وبالامتحانات الرسميه، لانه نوصي بان وزاره التربيه الوطنيه دائما عاكفه على وضع ما هو اهم للتلميذ، ودائما لا تخرج الامتحانات عن الإطار الذي درسه التلميذ. هذه نقولها دائما، لأنه كثير من التلاميذ الآن في هذا الوقت يشوف المواقع التواصل الاجتماعي هناك ما يربكهم من طرف يعني مثلا المقالات المرشحة أو ما هو مرشح، فالتلميذ يكون مثلا حافظ ما شاء الله من رصيد، وما يقولوا له راه مرشح في هذا الشيء، ينسى كل الأفكار التي درسها ثم يركز على المقالات المرشحة، ومن ثم لعل وعسى ما تطيحش هذيك المقالة المرشحة، ومن هنا يندم التلميذ لأنه يعني كما يقولوا هنا يتبع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ جدا، وربما نقطة سلبية للتلميذ في متابعة المواقع وقبل التواصل. أن نختم لدينا بضع ثواني نتكلم عن القدوة. أنتم ما شاء الله أستاذ في العلوم الفيزيائية وبصدد تحضير الدكتوراه، وتحفظون القرآن الكريم، ربما قدوة لطلبتنا. كيف يكون الجمع بين الدراسة وبين القرآن الكريم؟ أكيد في سؤال مهم جدا. أنا دائما الرسائل التي تأتيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل من المتابعين الذين ينتظرون الإجابة عن هذا السؤال، كيفية التوفيق بين الدراسة والقرآن. أنا أقول لكم القرآن هو الحياة. إذا أردنا أن ننجح في حياتنا علينا بالترتيب الأولويات. أول شيء القرآن، لا يمكن أن نأتي بالأعذار وأن نقدم الأعذار لغيرنا بأن القرآن سيأخذ وقت. بالعكس القرآن لا يأخذ وقت. إذا أردت أن تنجح عليك بقرآن الكريم، وإن شاء الله كامل ناجحين بإذن الله. استبشروا خيرا بإذن الله. شكرا، بارك الله فيك أستاذنا الفاضل، حفظكم الله، أعنكم على تقديم رسالتكم إن شاء الله تعالى. وفق الله أبنائنا المقبلين على اجتياز كل الامتحانات. بارك الله فيك، شكرا.